هذا أمر. وأنا أذكركم يا أعزائنا، شوفوا يوم قطر وراح يجي بعد ذلك يوم الخليج الآخر. الجزيرة اللي كانت تغزو البيوت وتبث بكل أحقاد الدنيا، تزرع الفرقة، تحرض. اليوم المسكينة أصبحت لاجئة سياسية، تدور من اللي يقبل بها ومن اللي ما يقبل. قطر صاحبة الملايين اللي كانت تصرفها على كل منظمات الإرهاب أصبحت اليوم محاصرة من كل حدب وصوب. اللي محاصرها منه؟ اللي محاصرها اللي البارحة كان يرقص وياها، واللي البارحة كان يقولون شعبنا الشقيق والدولة اللي نريد نحميها وما إلى ذلك. دفعة واحدة اختلفوا الحرامية فيما بيناتهم، واللطيف من يختلفون الحرامية، مو تقعد تتشمت وإنما تقعد تسمع الفضايح. عود البارحة السعودية والإمارات والدولة العظيمة البحرين ودولة موريشيوس اللي ما تنشاف بالخارطة وأمثالهم، ومصر أيضا، قرروا أن يذكرون يحرمون أعمدة الإرهاب. ولا واحد من المذكورين أو من المنظمات المذكورة، ولا واحد له علاقة في موضوع العراق، ولا واحد له علاقة بموضوع سوريا. اللطيف أنه من جملة المنظمات المحظورة اللي قالوا أنه تدعمها قطر حزب الله البحرين، مع أنه قبل فترة قليلة العربية كانت تتحدث بتقرير مفصل عن الأمن القطري الذي ألقى القبض على أفراد عصابة حزب الله البحرين وسلمهم إلى البحرين. هاي شو تخلي لها وطيب؟ لو هي معتقلتهم، لو هي دعمتهم. لكن هذه الدنيا، هذول اللي كانوا يلعبون على دماء الناس وعلى أعراض الناس وعلى فرقة الناس، اليوم هذا حالهم. تفتكرون السعودية عود فرحانة باللي جاي يسويه؟ الإمارات عود فرحانين جاي يفضحون أنفسهم بأنفسهم؟ الآن أقعد شوية على الجزيرة وباوع، وأقعد شوية على العربية وباوع، وتشوف المنطق العجيب الغريب، تشوف الفضايح. لأنه قلت لك الحرامية الأنس اللي بيهم لما يتعاركون، من يتعاركون بعد كل واحد يطلع بوقة الآخر. طلعتوا قوائم، باكر هم قطر راح تطلع قوائم، اثنينكم بسوق الحرامية، اثنينكم بسوق الإرهاب، اثنينكم الداعمين إلى الإرهاب، راح تطلع. الشيء اللي ما أريد أتحدث بمنطق الشماتة، لا والله، لكن هذا الاستدراج الإلهي مسؤولنا إن شاء الله يعي، سياسينا اللي طغوا بعضهم إن شاء الله يعون أن بالأخير الاستدراج الإلهي اللي انطاهم ومكنهم وصعدهم وخلاهم أصحاب قدرة قد يجعلهم مثل قطر. قطر اللي كانوا يحجون إلها حاج من أجل أن يستلمون أموالها، اليوم أصبحت هي تتلفت. من يذكرها؟ من اللي يشيل التليفون ويقول لهم يابا أنا وياكم؟ وقاموا يستنجدون بالصغير والكبير. أمريكا هم لا تقولون أنه أمريكا داخلة ويا الخليج، أمريكا تضحك على الجميع، ويهمها جدا أن يختلفون، ويهمها جدا أن تخاف قطر حتى قطر تجيب الملية، مثل ما ذولاك دفعوا
هي هم تجي تدفع، والمشكلة مشكلة فلوس، خلاصتها مشكلة فلوس، لا قصة إخوان مسلمين ولها، رغم أنه قصص حقيقية، لكن القصة الحقيقية ترامب خلى السعوديين والإماراتيين على وشك الإفلاس، ورادوا من قطر ما انطتوا. قلت لهم أنا ما أدخل وياكم بهذا المشروع. شنو من عاقبة، شنو من تدبير حكيم عند السعوديين؟ يدعون أنه جاي يقاتلون إيران في اليمن حتى يطردون إيران من اليمن. جيد، افتهمنا هذا الأمر، لكن تشيلون قطر تحاصروها وتخلون ما إلها منفذ إلا إيران، شنو من حكمة عظيمة عندكم؟ شنو من غباء مفرط موجود عندكم؟ تقولوا لي ليش أقول هذا الاستدراج الإلهي؟ الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين أن يجعل هلاك عدوهم من خلال تدبيرهم. اليوم كبيت العنكبوت قعدوا الجماعة ينقضون ما بنوا. مجلس التعاون الخليجي شوية شوية يصير في خبر كان. درع الجزيرة واللي يتباهوا به على البحرين والطاولة به على فقراء البحرين، يشوف روحه لا درع ولا ترس ولا طاوة ولا يطغ ولا كل شيء ماكو، كل شيء ما يقدرون يسوون القطر، كل شيء ما يقدرون يسوون القطر. أمريكا من هناك خابرت قطر، يا بدير بالكم شوية مشوا الأمور، هذه دير بالكم ادفع نمشيك، ما تدفع يبقون يخوفون به الآخرين ويخوفوا بالآخرين، وهكذا تبقى هذه طبيعة السياسة اللي موجودة. لكن بودي هنا أنا أهمس في أذن محمد ابن نايف، قد تستغربون هاي القضية، لكن يا ابن نايف ويا بقية أمراء آل سعود، محمد ابن سلمان شلون شفتوا؟ اهتم بواحد من عندكم خلال كل هاي العربدة اللي سواها؟ استأذن أحد من عندكم؟ استشاركم؟ يا محمد بن نايف أنت ولي العهد قالوا لك هيش راح نسوي، أخذوا رأيك؟ تعرف هذا شنو معناه؟ معناها أيام قليلة وراح يقولوا لك ثمان الله. هذا من الأول اللي قلنا أن الأمور ماشية بهذا الاتجاه. مو بس أنت، اليوم أنت وكل أمراء آل سعود صفر، مو على الشمال، صفر من بعد الشمال، طالعين برا. أنتوا في الأوفلاين تماما من الناحية السياسية. ما لي شغل تثأرون إلى كرامتكم، لكن طبيعة اللي زرعتوه وحصدوه بالعافية عليكم. ويا محمد بن سلمان أنت هم ترى لا تتصور الأمور هيك يعني حلوة وكذا. تذكر هذا أبو قطر تميم اللي كان يزوى دفعة واحدة انقلبت عليه الدنيا. فلوسكم مو جاي تقضي، أنت هم راح ينقلبون عليك، أنت هم ما راح يبقوا لك. جيت حلوة لو تلتفتون إلى شعوبكم وتأمنون الشعوب الأخرى من شر. قطر ما أتشمت بهم، ما أتشمت بهم، لكن كافعات. الإخوان المسلمين آن لكم أن تشوفون أن الأمور مو بالطريقة اللي رسمتها لكم أهواءكم. دمرتوا سوريا، دمرتوا مصر، دمرتوا في كل المناطق اللي عبثتوا بها. آن لكم أن تشوفون منو اللي وقف وياكم، منو اللي ساندكم. حماس اللي كنتوا تتباهون قبل أيام بالطلاق ويا الجمهورية الإسلامية، الوحيد اللي وقف وياكم ورجع مع ذلك وقف وياكم هو الجمهورية الإسلامية. أما أن